عجينة ذهبية وطرية مع أطراف مقرمشة ولحمة ثابتة على العجينة ما بتهر منا. شوفي أطيب من رشة دبس رمان وعرقين نعناع معها. يلا نطبخ لحمة بعجين بأبسط طريقة ممكن تتخيلوها، وبتنجح حتى مع المبتدئين. مع كباية تلج ولبن عيران رح نبرد على قلبنا ونبلش بعرض المكونات وطريقة التحضير. رح نبلش بأنجح مقادير للعجين: 3 كبايات طحين، 3/4 الكوب مي دافية، ربع كوب زيت، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة ملح وربع معلقة سكر. بجاط كبير رح نفرغ المكونات الجافة كلها. أنا ضاعفت الكمية وبضاعف كمية الخميرة والسكر وطحين كمان، بحطن مع بعضن وبخلطن كتير منيح. فيكن تستخدموا كمية الطحين كلها أبيض، أنا استخدمت كوبين طحين أسمر وكوب طحين أبيض، لهيك رح تشوفوا العجينة بعدين لونها غامق شوي. بما أنه ضاعفنا مقدار الطحين، كمان بنفس الوقت بنضاعف مقدار الزيت ومنصبه فوق العجين بالكامل. من بعدها رح نسكب كمان مقدار المي ومنضاعفه فوق العجين. المي لازم يكون فاتر، لما يكون المي فاتر هالشي بيساعد الخميرة لحتى تشتغل بسرعة. منضيف 3/4 الكوب لأول مقدار و3/4 الكوب التاني للمقدار التاني، وكل ما ضاعفتوا المقادير ضاعفوا كمية المي والزيت. بعدين بدنا نحركهم بمعلقة كتير منيح لحتى يبلشوا يعملوا كتل عنا. هالطريقة بتسهل عملية العجن وبتترك ايديك نضاف كل الوقت انتي وعم تعجني بدون ما تلزق العجينة فيهم، لانه بيكون الطحين تشرب كل السوائل. بدل ما يتجمع على ايدنا بصير يتجمع على بعضه ويعمل كتلة وحدة نحن وعم نعجن. لما يصير العجين بهالشكل منبلش نعجن بايدنا، منجمع الكتلة كلها على بعضها ومنشيل اي شي علقان على الاطراف. لاحظوا انه العجين ابدا ما لزق بايدي وضل متماسك مع بعضه. بعد 10 دقايق من العجن رح نفوت بمرحلة التنعيم. لما تتماسك الكتلة منصير نضغط بطرف الجاط وبراحة ايدنا على الكتلة بهالشكل لحتى ينعم سطحها مزبوط وتصير كتلة ناعمة ومتماسكة وطرية. بهالشكل منكورها ومنحصل على ملمس ناعم كتير إلها. بعدها منغطيها بورق ستريتش ومنحطها بفرن محمينه 10 دقايق ليدفى. منحط العجينة فيه ومنتركها تتخمر. هالعملية بتساعد العجينة تتخمر بسرعة وينجح التخمير دايما. مقادير ومكونات الحشوة اللي لازمة لكمية العجينة رح أذكرها كلها بصندوق الوصف، ورح نعملها سوا أثناء تحضير بقية المكونات بالفيديو. استخدمت محضر الطعام لأفرم البندورة، أكيد فيكن تبرشوها وتضيفوا لها معلقة ملح ونحطها بمصفاية على جنب. بالنسبة للبصلة كمان رح نطحنها بالهاند بلندر لحتى نحصل على بصلة ناعمة كتير. نطحنها مع نص معلقة ملح، وكمان منفضيها فوق البندورة لنتخلص من مية البندورة والبصل. أفضل نوع لحمة للحم بعجين هي اللحمة المفرومة كفتة. أنا اللحمة عندي كانت خشنة شوي، لهيك ضربتها كمان بالبلندر لحتى تنعم وتصير مثل لحمة الكفتة. من بعدها بفضي دبس الرمان والطحينة نص فنجان بنص فنجان، المحمرة والقرفة والفلفل الأسود، وفنجان السمنة، ونص معلقة ملح. المعلقة لازم تكون صغيرة. نمزج المكونات كتير منيح بإيدنا لنتأكد أنه اختلطوا وما ضل أي تكتلات من المحمرة أو السمنة، وتصير بهالشكل المتماسك. من بعدها رح نعصر البصل والبندورة لنتخلص من أكبر كمية مي عنا. بنضغط عليهم كتير منيح بالشكل الواضح بالفيديو. من بعدها رح نحط الكمية فوق اللحمة ونخلطهم مع بعضهم.
خطوة كتير مهمة وأساسية لأنه بتمنع اللحمة تهر عن العجينة وبتعطيها شكل متماسك مش مشقق بعد ما نشويها بالفرن. هلأ منخلطهم كتير منيح مع بعضهم لحتى ما يضل عنا كتل أبدا. منمسح أطراف الصحن وكمان منغطيه بورق ستريتش، وهيك بنكون جاهزين للمرحلة اللي بعدها. وهلأ بعد نص ساعة بالفرن شوفولي العجين كيف اختمر وتضاعف حجمه. نقسم العجين بالنص، ناخد أول كتلة والتانية منغطيها لحتى ما ينشف وجها، ومنكب طحين عالسطح اللي بدنا نبلش فيه رق العجين. منحط العجين وكمان منحط فوقه رشة طحين، ومنبلش نرق بالشوبك. منرق بالطول وبالعرض، وكل مرة منرق فيها منرش شوية طحين لحتى يسهل عملية الرق، ولحتى كمان تاخد العجينة شكل متماسك وما بقى تشد معنا، وبيعطي قرمشة للعجين بعد الشوي. والنصيحة استبعدوا نهائيا الزيت بالرق لحتى ما يتغير قوام العجين بعد الشوي ويعطيه طراوة زايدة ويغير من نكهته تماما. بعد ما وصل العجين لهالسمك 2 ميلي تقريبا، وتأكدنا انه كل الاطراف بنفس السمك، مننفض الطحين عن وجه العجين كتير منيح لحتى ما يكون عنا طحين زايد وقت الشوي. وهلأ صرنا جاهزين لمرحلة التقطيع. أكيد فيكن تستخدموا أي قطاعة بتحبوها، لكن اللحم بعجين معترف عليه أنه دائري، منقطعه بالقطاعات المتوفرة بالسوق، لكن أنا بستخدم غطا ركوة القهوة، حجمه مناسب وطرفه حد بيقطع مثل السكين. العجين اللي زايد على الأطراف بنجمعه كله مع بعضه وبنعمله كتلة وحدة، بنعجنها وبنتركها ترتاح مع بقية كمية العجين لحتى نرجع عن رقة بعد ما ترتاح. خطوة ما لازم ننساها انه نثقب دوائر العجين بشوكة كلياتها. بعدها بصينية مدهونة زيت منصف دوائر العجين ومنحط معلقة بكل دائرة، ومنبلش نمدها بإيدنا، منمدها بطريقة تكون من برا لجوا وبنضغط بشكل خفيف. بهالطريقة نتأكد انه اللحمة لزقت على العجين وما بقى تهر بعد الشوي. وهالخطوات كلها منعيدها على كل كمية العجين الباقية عنا لتخلص كمية العجين واللحمة. بفرن محمى مسبقا وشاعل من فوق ومن تحت على أعلى درجة حرارة، منحط الصينية. بعد 10 دقايق منطلعها للصينية، بتكون الأطراف اتحمرت والعجينة أخدت لون ذهبي من أسفل. منشيلهم من صينية الخبز ومنحطهم على صينية فوق بعضهم، ومنغطيهم بمنشفة مطبخ لحتى يحافظوا على القرمشة وبنفس الوقت يكونوا طراية. بس نخلص كمية العجينة كلها منحطه على الميزان لحتى نعرف قديه عطونا. منلاقي انه كمية اللحمة عطت 960 جرام، تقريبا كيلو لحمة بعجين مثل الصورة الواضحة. إذا عجبتكن الوصفة وجربتوها بتمنى تخبروني بالتعليقات. ما تنسوا تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب، تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شي جديد رح نزله. باي باي.